تخيل كده يا صاحبي الموسيقار بيتهوفن يصحى كده ويقول معلم انا عايز 60 حبه قهوه بسرعه. طب ما ينفعش معاك 59 58؟ لا يا حبيبي انا عايز 60 حبه. وكان بيعدي القهوه دي على شعره لانه كان متخيل ان القهوه دي هتفتح له دماغه للالهام، وكان فاكر ان رقم 60 ده هيجيب له الالهام. اما بقى المخترع الياباني يوشيرد ناكوماتسو ده بقى كان بيغطس تحت الميه ويكتم نفسه لحد ما خلاص قرب يموت، وقبل ما يفقد الوعي بنص ثانيه بيطلع من الميه، وفي اعتقاده انه كده هيجيله الالهام ويبدع. خلي بالك يا عم مالتو لحسن المره الجايه ما تلحقش تطلع وتموت. مات اصلا؟ طب خلاص تمام. اما بقى روسيني ملحن الاوبرا الكوميدي ده بقى كان متعود ينام في اي حته. مره بقى نام في مكان قريب جدا من مسرح الاوبرا واللي كان بيتعرض فيه حته من تاليف، ولما صحي سمع حته موسيقيه فاستغرب جدا وقال معقوله انا كتبتها؟ ارنست هيمنجواي ده بقى كان بيتمزج قوي وهو بيكتب روايته على الواقف، فهو كان فاكر انه كده بيعزز الالهام وبيركز اكتر ويبدع. بس مش هو بقى لوحده اللي كان بيعمل كده. تشارلز ديكنز وفيرجينيا وولف كان عندهم نفس العاده. بابلو بيكاسو وما ترميش مني حاجه انا بقول لك اهو. الباشا بقى ما كانش بيحب يفرط في اي حاجه عنده، لا هدوم قديمه ولا ضوافره او شعره لما بيقصهم. كان بيحس بقى انه لو رمى حته من دول كانه رمى حته من ابداعه. ده غير بقى انه كان بيبري 100 قلم رصاص قبل ما يرسم، وفي اعتقاده برضو ان الالهام هيحصل كده. الكاتب الروسي الامريكي فلاديمير نابوكوف اللي كتب روايه لوليتا الشهيره ده بقى يا سيدي كان بيكتب الروايات بتاعته على ستيكي نوت صغيره صفرا، وبعد ما يخلص كان بيجمعها كده ويحطها في صناديق صغيره. الطريقه دي بقى كانت بتخليه يكتب المشاهد بس مش بالترتيب، يعني هو ممكن يكتب النهايه قبل البدايه وبعدين بقى ياخد الكروت دي ويرصها كده زي ما هو عايز كانه بيعمل لعبه بازل للروايه بتاعته. وبيقول انه كان بيعمل ده عشان الالهام يجيله وهو بيرتب الاحداث. الكاتب الامريكي جون ستاينبيك مؤلف عناقيد الغضب وده كان مهووس بانه يكون عنده قلم رصاص حاد جدا عشان يكتب بيه في اي وقت، وكان بيشتري حوالي 60 قلم رصاص كل شهر، وكان عنده واحد مخصوص بيجهز له الاقلام دي وبيبريها له اول باول. ده عز بقى انه كان خايف الالهام يجيله والقلم مش مبري. الاخيره بقى بنت بلدنا تحيه كاريوكا دي بقى كانت عاشقه للتماسيح المحنطه. انا مش بهزر، هو بيتها كله كان تماسيح محنطه. انا ما اعرفش بصراحه ايه علاقه التماسيح بالراس، بس اللي تشوفيها فنانه. بس كده قولوا لي بقى ايه اقرب طريقه للابداع سمعتوها او عملتوها.